وصفتنا النهاردة مش قادرة أقولك على حلاوتها. قيمة غذائية عالية تلاقي، حاجة مميزة حلوة كده تلاقيها، طعم بقى من الآخر مش عايزة أقولك على طعمها وحلاوتها. يعني وصفة مشرفة من الآخر كده، حلوة قوي بقى في عزومات رمضان، على سفرة رمضان، مغذية مفيدة، تنفع معانا في رمضان وغير رمضان. سهلة جدا، بسيطة، تعمليها بطريقة مميزة قوي قوي. فيها كمية حلوة قوي من الخضار للولاد اللي ما بياكلوش خضار، فاحنا بقى ايه نغريهم بالوصفة دي ومش هيعرفوا كمان ان هي فيها خضار. هاتي بقى صدر فرخة عندك، وهاتي شوية الخضار كده اللي في التلاجة، ويلا بينا. هننزل على الكومنتات الاول، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ وصفتنا مع بعض. هجيب صدر فرخة يكون كبير، حجمه كبير. طيب ما عندكيش حجم كبير، يبقوا صدرين صغيرين. بفرمه. ما عندكيش مفرمة، بالمخرطة وهنشتغل عليه هيطلع معانا تحفة. هنزل بقى بجزرتين مبشورين حجمهم متوسط، واتنين كوسة برضو حجمهم متوسط مبشورين، وبصلاية متوسطة مبشورة، وطماطماية مبشورة برضو. كل الحاجات دي مبشورة. بعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي، هنزل ببابريكا وبهارات فراخ وملح وفلفل اسود. لو عندك كمان رشة زنجبيل ورشة قرفة بتبقى يعني تحفة. المكونات دي كلها هخلطها مع بعض، وما تنسيش معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان دي بتظبط معايا الوصفه قوي، ومعلقتين كمان كبار من البقسماط الناعم. ما عندكيش بقسماط ناعم هتنزلي بمعلقه دقيق، ومعلقه سمنه بلدي بقى، دي هتودي معايا الوصفه في حته تانية. ما احنا بنعمل بقى حاجه مميزه وحاجه كده مغذيه وكلها طاقه. بقلب المكونات دي حلو قوي. ما تنسيش كمان معلقتين بقدونس مفرومين، باخد ورق البقدونس بس. انا ضفتهم بس ما كانش واضح معايا في الفيديو هنا، بس انا ضفت معلقتين من البقدونس المفروم. خلطتها حلو قوي قوي وسبتها بالشكل ده. الخطوه الجايه دي حابه تعمليها اعمليها، بتفرق قوي بجد. مش حابه تعمليها خلاص، لان في ناس كتيره ما بتحبش تضيف الفحم للحاجه، فانتي مش حباها خلاص استغني عنها تمام. انا جبت فحمايه كنت مولعاها على البوتاجاز، وحطيتها زي ما انتم شايفين كده في طبق، وكبيت عليها معلقه صغيره من الزيت، وسبتها معايا حوالي 10 دقايق. بقت ريحة الكباب عندي اللي انا عاملاه النهاردة تحفة. صينيتي بقى، جبت صينية مقاس 30، دهنتها سمنة حلوة قوي، وبعد كده فردت فيها الخلطة بتاعتي او الكباب الحلو القمر التحفة، الوصفة اللي يعني ما يختلفش عليها اتنين. وتحدي، انا بتحدى اي حد يختلف فيها او يعملها ومش تطلع حلوة معايا. بسويها في الصينيه بالشكل ده، وتعالي بقى شوفي طريقه التقطيع، ولا احلى ولا ابسط من كده. شيك قوي، حلوه قوي، بايديا ما استعملتش اي حاجه، وقطعتها بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. فرن سخن على درجه حراره 200، بدخل الصينيه، بفتح عليها من تحت الاول. اول ما تستوي وتاخد لون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدا بقى ان انا اشغل عليها الشوايه من فوق. وطبعا ما بشغل الشوايه بتبقى عيني على الحاجه، مش قادره اقول لك وهي في الفرن ريحتها كانت عامله ازاي، حاجه كده يعني تجنن. اول بقى ما طلعت من الفرن كانت بالشكل القمر ده، حلوه قوي قوي. حلوه قوي على سفره رمضان، حلوه قوي كمان معاكي في العزومات، حلوه في الايام العاديه بقى. بتتاكل مع ايه؟ مع اي حاجه تتاكل، عيش هتبقى حلوه قوي، مع رز، مع مكرونه، مع مكرونه بشاميل، مع اي حاجه على سفره رمضان مش هتقولك لا. ولسه مكملين في وصفات رمضان، ما تنسوش اللايك والشير.